السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة وصفة الشاورما السوري بكل تكاتها، وازاي طعمها يبقى مميز معاكي واحسن من الشاورما بتاعت بره كمان. سندوتشات شاورما سوري بالنفس المصري. شايفين الحشوة عاملة ازاي فيها، والتسوية سهلة جدا ومفيش اسهل من كده. والتومية طبعا كنت عملتها معاكم في فيديو في القناة. انا بكمية بسيطة جدا من صدور الفراخ عملت سندوتشات كتير جدا، ما شاء الله كانت الحشوة ممتازة ومليانة فيها. تعالوا مع بعض اقول لكم الطريقة ايه، وايه سر التتبيلة اللي تخلي الشاورما طعمها مميز معاكي كده. معانا كيلو فراخ، صدور فراخ متقطعة شرايح. دي بصلة متوسطة او بصلتين صغيرين، ومعاهم فلفل متقطع، زبادي، توم وليمون، دبس الرمان، بهارات جنزبيل، فلفل اسود، زعتر، ملح، وكانت مرقة دجاج. دي بقى خلطة الشاورما السوري، هاتيها من كنور، طعمها مميز جدا وبتخلي الشاورما كأنك جايباها من محل الشاورما بالظبط، وبتخلي ريحتها مميزة جدا. في كذا تكة، شوف الفيديو للاخر، ويا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك، لان الفيديو فيه حاجات كتير جدا. هقولك ازاي تخلي القوام بتاعها بالشكل اللي انت شفتيه في السندوتشات ده. وليه حطينا خل ودبس رمان؟ حاطين خل عشان يخلي الفراخ تستوي بسرعة ويدينا نكهة مميزة للفراخ، والدبس الرمان بيديها طعم ولون مختلف جدا، وبيخلي شرايح الفراخ بيتمزج فيها، بيخليها تستوي بسرعة، وفي نفس الوقت بيخلي طعمها جميل. وحطينا الخلطة كنور، حطينا حوالي معلقتين. لو ما عندكيش زعتر ممكن تستعملي اي بهارات من اللي عندك، بس يعني بلاش قرفة في الخلطة دي، بلاش قرفة في التتبيلة دي. في حاجة اقول لكم عليها، انا هحط حوالي معلقتين لبن او 3 معالق لبن كبار. عشان ليه حطينا لبن؟ عشان يخلي المزيج متجانس اكتر، لان انا كنت عايزاها في حوالي نص ساعة بالظبط هعملها، كنت مستعجلة عليها. حطيت لها معلقة زيت عشان تتشرب الخلطة بسرعة وتتبل بسرعة، وانا اجهز بسرعة الاكل، يعني لان كنت مستعجلة. انت ممكن تسيبيها ساعتين من غير ما تحط لها اللبن ومن غير ما تحط الزيت، لان حطيت الزيت واللبن والخل معاهم عشان خاطر تستوى بسرعة وتتبل وتشرب من التتبيلة بسرعة. هنا كنت سخنت صينية وحطيت فيها حبة زيت قليلين جدا، وحطيت التتبيلة. طبعا الفراخ متبلة، طلعتها من التلاجة وحطيتها، متقلبهاش كتير، حطيها وعلي عليها نار، خليها نار متوسطة. وبعد كده قطعي 2 فلفل و2 طماطم شرايح وحطيهم عليها، وخلي النار متوسطة وغطيها، ما تقلبهاش كتير، تقليبة بسيطة مجرد تمزجي فيها كمية الخضار. ولو عايزة تكتري خضار عن كده كتريه، كل ما بتكتري خضار بيديكي كمية اكتر وبيديكي طعم مميز وجميل. انا اوريدي ما حطيتش شرايح بصل، لان كنت حاطه بصل في التتبيله، بشره بصل وحاطه بصل في التتبيله. هنا كانت نص سوا. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحتها كانت جايبه اخر الشارع، وفي نص ساعه بالظبط كنت عاملاها، وكانت شاربه من التتبيله وكانت تحفه بسبب الخل والليمون ودبس الرمان. هنا كانت استوت خالص ونشفت تقريبا، يعني خلاص كنت هطفي عليها وابتدي ان انا اجهز العيش السوري. ولو عندك رقاق ممكن تعمليه برقاق عادي، بس الطعم بتاع بره مش هيبقى مميز غير بالعيش السوري.
هنا معانا حوالي طاسة او صينية تيفال طويلة عشان اعرف احط فيها السندوتشات كمية كويسة. لو عندك طاسة الجريل تقدري تعمليها عليها. دهنتها الزيت، وهنا جبت طبعا العيش السوري زي ما انت. هنبتدي نحط معلقة تومية زي بتاعت بره بالظبط. والله يا بنات جربوها بالطريقة دي، جميلة جدا جدا جدا، وما فيهاش بهارات كتير، فيها حاجات فريش، والتتبيلة طالعة جميلة جدا، والشاورما طالعة طعمها تحفة. حطيت معلقة تومية، وكنت محمرة بطاطس. هبتدي احط شرايح الشاورما، واحط كمية من البطاطس. طبعا شايفيني قفلت من هنا، الرغيف بيبقى طويل، فانا قفلت من هنا وقفلت من هنا، وبحشي من الطبقة الاولانية وابتدي الف. وهبتدي بقى احط في الطاسة. كنت عملت اكتر من سندوتش، هبتدي احمرهم. طبعا بتحطي زيت، كل ما بتحطي مرة بتدهني الطاسة او الصينية زيت، وتطلعي مرة وتحطي تاني تدهني برضو زيت، عشان تطلع معاكي حمرة ومستوية وكويس، العيش يطلع متشرب من التتبيلة ويطلع طعمه لذيذ ومستوي. وهنا يا حبايبي بعد ما خلصنا، شايفين الشاورما والسندوتشات، عملنا اكتر من سندوتش، عملنا حوالي 12 سندوتش بكمية بسيطة جدا من صدور الفراخ. ما شاء الله، لو عايزة تضعفي الكمية كمان كتري خضار هتديكي كمية اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.